مرحبا بالجميع عبر قناتكم سريبة تي في. سنقوم بحول الداعي بنشر خبر جديد عبر الموقع الإلكتروني الحماراتي المروكي الصهيوني الحسبريس. إذن خبر يتعلق بكان 2025 بالمروك. في العنوان: إغلاق مركب موحى الخامس دون شروع في التهيئة يزيد متاعب فرق البيضاء، يعني فرق هذه الأشغال متوقفة. الخبر نشر يوم الاثنين 15 يناير 2024. في التفاصيل: أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة القيادة الخاصة بالمركب الرياضي الموحى الخامس لم تعقد اجتماعاتها بعد، الشيء الذي انعكس على الأشغال هذه المعلمة الرياضية. وأشارت مصادر الحسبريس إلى أن الأشغال على مستوى المركب الرياضي لم تنطلق بعد، بالرغم من كونه مغلقا منذ ما يزيد عن شهرين. بسيط يا المرأة، بسيط يا بوسبير. وشدت المصادر نفسها على أن هذا الإغلاق دون انطلاق الأشغال، هذا توقف دون انطلاق الأشغال. خبر ممتع. ساهمت في متاعب عديد الفرق العاصمة الاقتصادية الرجاء والوداد البيضاويين، خصوصا في الجانب المالي بسبب غياب عائدات مالية من الجماهير. كما تسبب هذا التأخر الحاصل في عملية التأهيل من طرف الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس، التي فوض لها المجلس الجامعي للدار البيضاء هذه المهمة في متاعب للجماهير التي باتت تتنقل إلى المحمدية أو برشيد، حيث يستقبل الفريقان مباريات البطولة. وبالرغم من مرور 3 أشهر على إغلاق دونور أي الملعب موحى الخامس، إلا أن الأشغال لم تنطلق بعد وفق تأكيدات أعضاء المجلس الجامعي، الشيء الذي يستدعي تحرك والي جهة الدار البيضاء ستات ورئيس المجلس الجامعي للوقوف على أسباب التأخر. وكانت جامعة الدار البيضاء قد خصصت في دورة استثنائية انعقدت في يوليو شهر جويلية من السنة الماضية ما يناهز 25 مليار من أجل تأهيل مركب موحى الخامس، مفوضة أمر إلى شركة سوجينار بعدما فسخت اتفاقية شراكة مع شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات. وجرى إغلاق المركب الرياضي دونور بغاية تأهيله وإصلاحه حتى يكون جاهزا لاستقبال مباريات كأس أفريقيا المزمع تنظيمها في المروط سنة 2025 أي السنة المقبلة. نقرأ تعليقات عياشة. تعليق رقم 1: مصطفى: نحن مجموعة من السكان المجاورين للملعب نتمنى أن يبقى مغلقا إلى الأبد. كسرت السيارات وكسرت نوافذ منازلنا وسرقت المحلات التجارية والكلام الساقط. التعليق الموالي: خلاصة حول المخطط بعد الدراسة تبين لنا أن المركب بشكل إزعاج. التعليق الموالي: ملعب محمد الخامج موقعه أكبر مشكلة. له التعليق الرابع حسن: اللجنة المغربية لتنظيم كأس إفريقيا هي التي يجب أن تقف على تطور الأشغال. ترشح المغرب لتنظيم كأس إفريقيا 2025 كان قرارا متسرعا. وش داكم؟ لماذا حشرتم أنفسكم بسبب ترشح الجزائر لاستضافة كان 2025؟ الجزائر لها ملاعب واجدة ساجية. تعليق رقم 5: وأين ذهب حوالي 22 مليار صرفت طيلة سنوات الإصلاح المزعوم؟ وهذه فضيحة فساد استفاد منها أهل النفوذ، ودليل على غياب كل المحاسبة ونهب أموال الشعب من طرف زمرة رموز الفساد الحزبي والسلطوي. اسأل لقجة عن هذا. التعليق الأخير: عيب وعار الفلوس كتخسر على ملاعيب وعاد تينات وما زالت ما كملاش حتى 100 عام. هذه الفلوس تقدر تبني بها ملاعب في المدن اللي الفرق ديالها ديما في البطولة القسم الأول، فحال الجديدة أسفي والفتح والوداد والرجاء وزيد. إذن حسب ما أعتقد ستقوم يعني لجنة الكاف والله أعلم بنقل تنظيم كأس أفريقيا 2025 إلى بلد آخر، كما حصل بكان الذي كان مزمع إجراؤه بالمروك 2015. إذا كان هذا هو الخبر. أشكركم على التتبع وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. اللهم بابق منها، اللهم بابق منها، اللهم بابق منها.